يا أهلا وسهلا بكم في مهندس الملخصات، واليوم جايب لكم ملخص فيلم جديد بعنوان The Shape of Water. بس قبل ما نبدأ يا ريت تنزل تشترك بالقناة وتترك لايك للفيديو لتشجعني وتشجع القناة تكبر وعلشان تكبر عائلتنا بوجودكم يا مهندسين. وبدون ما أطول عليكم يلا بينا. بيبدأ فيلمنا بامرأة خرساء اسمها أليسا، وبتكون عاملة نظافة بمختبر سري للحكومة بمدينة أوكام. وبتكون أليسا وصاحبتها يشتغلوا بالمختبر، وفجأة بيجي رئيس القسم اللي اسمه فليمينج وبيحكي بينهم حيدخلوا مخلوق فضائي جديد للمختبر، وبيدخل متخصصين بمجال البيولوجيا ومعاهم كبسولة كبيرة بقيادة الرئيس الأمني للقسم واللي اسمه ستريكرلاند. وهنا بنعرف ليش المنشأة سرية، علشان الحكومة بتجيب مخلوقات غريبة عن البشر وبتعمل عليها تجارب بهذا المختبر السري. وبتشوف أليسا مخلوق كبير بيتحرك بالكبسولة، وبتطلع هي وصديقتها من الغرفة. وباليوم الثاني بتكون أليسا بتمارس حياتها طبيعي جدا وبتروح على شغلها بالباص وبالمختبر. وبينما أليسا وصاحبتها بينظفوا المكان، فجأة بيخرج ستريكرلاند من الغرفة اللي فيها المخلوق الفضائي ودمه حميمه. وبيجي وقت الغداء، وفجأة بيجي فليمينج وبيطلب من أليسا وصاحبتها يجوا معاه فورا، وبياخذهم للمختبر اللي موجود فيه المخلوق الفضائي، وبيطلب منهم ينظفوا الدماء اللي على الأرض. وبتكتشف أليسا وجود إصبعين بشريين، فبتحطهم بالكيس وبتعرف بينهم أصابع ستريكرلاند. وبتشوف المخلوق الغريب اللي بيكون بالكبسولة وبتعرف إنه رجل برمائي. وبالليل بتدخل أليسا للمختبر اللي موجود في الرجل البرمائي بالسر، وبتنادي عليه بالإشارة، وبتكتشف إنه مقيد بالسلاسل وبتعطيه بيضة، فبياخذ البيضة وبيبعد عنها. وبتروح أليسا وصاحبتها زيلدا ليتكلموا مع ستريكرلاند وبيسألهم عن ماضيهم. وبعدها أليسا بتعطيه الخاتم اللي وقع منه لما انقطعوا أصابعه، وبتجاوب زيلدا على سؤال ستريكرلاند. أما أليسا فللأسف زي ما قلنا بتكون خرساء. وبيمدح ستريكرلاند عملهن وبيحكي لهم بأنه جاب رجل برمائي من البحر الجنوبي الأمريكي، وبأنه عاوز زيلدا وأليسا ما يحكوش لحد عنه خالص، وبأنه أليسا وزيلدا هم الوحيدات المخولات لينظفوا مكانه. وبتروح أليسا تنظف المختبر، ولما ضلت لوحدها مع المخلوق بتعطيه بيضة مسلوقة فبياخذها، وبرضه بتعلمه لغة الإشارة، والاثنين بياكلوا مع بعض زي الحبايب. وكأنها أصبحت هواية لأليسا إنها تجيب البيض لهذا المخلوق. وبيكون المخلوق الفضائي يستمع لأغنية الغاز بينما أليسا بترقص له، والاثنين بالآخر بيوقعوا بحب بعض. وفجأة بيدخل عالم أحياء لعندهم واسمه روبرت وبشوفهم. ولما تدخل أليسا للمختبر بالمرة الثانية بتشوف المخلوق مقيد خارج البركة ومغطى بالجروح بكل جسمه. وفجأة بيدخل ستريكرلاند للمختبر وأليسا بتستخبى، وبيمسك العصا وبيعذب المخلوق. وبيدخل عالم الأحياء روبرت وبيتوسل ستريكرلاند انهم يرجعوا المخلوق للبركة بلاش يموت، وبيطلب منه انهم ما يقتلوهوش. بس الرئيس الاعلى بيحكي انه ممنوع عليهم يدخلوه البركة الا بامر منه. وبعدها بتعمل أليسا خطة لتنقذ المخلوق البرمائي بمساعدة جارها اللي اسمه جايلز. وبتروح على المختبر وبتحاول تشيل القيود عن المخلوق. وفجأة بيدخل روبرت لعندها وبيعطيها مفتاح القيود وبيساعدها ليدخل المخلوق للعربة اليدوية. وبتكون زلدا تعرف بخطة أليسا فبتحاول توقفها، وهذا خوفا عليها. وبيكون جايلز حيهرب أليسا والمخلوق الفضائي بشاحنة. وبعدها بيشعر ستريكرلاند بانه في حاجة غريبة بتحصل، فبيركض لعند الشاحنة. وبنفس الوقت بيطفي روبرت الانوار، وبيضرب روبرت الجندي بمخدر بركبته علشان جايلز يقدر يدخل. وبينما بيدخلوا المخلوق الفضائي للشاحنة بيظهر ستريكرلاند وجنوده وبيطلقوا النار على الشاحنة وهي تسير، بس ما بيكونش يعرف انه أليسا وراء كل هالشيء. وبياخذوا المخلوق البرمائي لمكان آمن وبيحطوه ببركة، وبتحط أليسا الطحالب بالمية. بس المشكلة انه المخلوق بعده بيشهق، فبتحط أليسا الملح بالبانيو. واخيرا بيقدر يتنفس بسهولة. وبتحدد أليسا اليوم اللي يمكن تكون في الدنيا مطر والموانئ فيه ما بتشتغل، وهذا علشان ترجعه للبحر مكانه الأصلي، وبتكون تعامله كإنسان وأكثر. وباليوم الثاني بيتم استدعاء زلدا وأليسا لغرفة ستريكرلاند، وبيسألهم إذا كانوا متورطين بتهريب المخلوق البرمائي لأنهم الوحيدات المخولات بتنظيف المكان. وبتحكي زلدا بأنهم ما بيعرفوش أي شيء عن اللي بيتكلم عنه، فبيوثق فيهم. وقبل ما يطلعوا من عنده أليسا بتحكي له حاجة بلغة الإشارة، بس ستريكرلاند ما بيفهمش عليها وبيطلب منهم يطلعوا. وبشقة أليسا بيكون جايلز نايم بينما المخلوق البرمائي بيتجول بأنحاء البيت لغاية ما يشوف قطة جايلز. ولما يصحى جايلز بيكتشف انه المخلوق البرمائي اكل قطته. وبيحاول جايلز يوقف المخلوق البرمائي، بس المخلوق بيضرب جايلز بايده وبيجرحه وبيهرب. وبترجع أليسا للبيت وبتشوف جايلز مجروح. وبتكون أليسا تدور على المخلوق لغاية ما تلقاه داخل سينما بيحضر ملخص فيلم لمهندس الملخصات، وبترجعه على شقتها السرية. وبيمسك المخلوق البرمائي راس جايلز بحنية، وفجأة بيعالج جروحه اللي سببها له. وبتروح أليسا على الحمام عند المخلوق الفضائي وبتشلح هواعيها وبتدخل للحمام وبتسكر البرادة عليهم وبتعمل معاه تشك الله يخرب بيتهم القرف. وباليوم الثاني اثناء العمل بتسأل زلدا أليسا ليش ما بتسمع، فأليسا بتصير تأشر لها انها مرتبطة وعملت تشك فزلدا بتنصدم وبتسأل نفسها مين يمكن يرتبط بيها. وبالبيت السري بتفتح أليسا صنبور المياه بالحمام وبتسد ثقوب باب الحمام بالغطاء وبتخلع ثيابها وبيتعبى الحمام مية، والاثنين بيطوفوا على المية وبيعملوا تشك برمائي بشري. وبنفس الوقت بيجي جايلز وبيفتح
باب الحمام، وبتكون أليسا حاضنته بشدة للرجل البرمائي. ولاحقا الدنيا بتمطر، فبتشعر أليسا بالحزن لأنه جاء الوقت اللي حتطلق فيه المخلوق البرمائي بالبحر، وبتكون مش عاوزة تتركه يطلع من حياتها لأنه ببساطة مصدر سعادتها. وبتروح زلدة لشقة أليسا وبتكون عارفة إنه المخلوق البرمائي هناك، بس المشكلة إنه لا يبدو بصحة جيدة وبإنه يحتضر. فبتتصل على روبرت ليجي ويعالجه، فبروح روبرت لعندهم، بس بنعرف إنه ستريكرلاند كان شاكك بروبرت من الأول وقدر يمسكه بطريقه لهناك. وبيعذب ستريكرلاند روبرت وبيحقق معاه، وبالآخر بيحكي روبرت لستريكرلاند عن الشخص اللي هرب المخلوق وهي زلدة، وبيدله على مكانها. وبيروح ستريكرلاند لبيت زلدة وبيسألها عن المخلوق البرمائي وبيهددها. وفجأة بيحكي زوج زلدة لستريكرلاند بأنه سمع مراته بتحكي إنه صاحبتها الخرساء هي اللي هربت المخلوق البرمائي ووقعت بحبه. وبعد ما يطلع من عندهم بتتصل زلدة على أليسا لتنبهها بأنه ستريكرلاند قادم ليها، وبأنها لازم تهرب هي والمخلوق البرمائي بأسرع وقت ممكن. وبيقتحم ستريكرلاند شقة أليسا بس ما فيش حد هناك، وبتكون هي والمخلوق بشاحنة جايلز. وبيلاحظ ستريكرلاند بأنه في تاريخ مكتوب بالأحمر على الروزنامة، وبيعرف خطة أليسا بأنها عاوزة تهرب المخلوق بالبحر. وبتكون الدنيا تشتي وبتاخذ أليسا المخلوق لحافة البحر، وقبل ما يروح بيطلع على جايلز وبيحكي له باي باي، وبيتحرك باتجاه أليسا وبيكون زعلان. وفجأة بيظهر ستريكرلاند وبيضرب جايلز وبيطلق النار على أليسا والمخلوق، والاثنين بيحتضروا. وفجأة بيقوم جايلز وبيضرب ستريكرلاند، وبيقوم المخلوق الفضائي من على الأرض وبيعالج نفسه، وبقرب من ستريكرلاند وبيقطع حلقه بمخالبه وبيموته. وبياخذ المخلوق أليسا وبيقفز بيها بالمية، وبالمية بغني المخلوق مع أليسا بهدوء وببوسها. وبيعالج المخلوق البرمائي جروح أليسا وبيعطيها خياشيم لتقدر تتنفس تحت المية، وبيعيشوا مع بعض بسعادة بداخل الماء. وهذا كان ملخص فيلم In the Shape of Water. اشترك بالقناة يا صديقي، فعل زر الجرس، اترك لايك للفيديو لتدعم نمو القناة واستمرارها، واشوفكم على خير بالملخصات الجاية ان شاء الله. كان معكم اخوكم عرسان من قناة مهندس الملخصات.